بس يلا يلا يلا. طيب فين يا حاج؟ انت على الثاني. عبد الله وفاء شركه سوشي تك. انا شايفكم دلوقتي في شارع الدقي بتنظفوا وبتعملوا كمان رسومات على الطريق، ده في اطار ايه؟ ده في اطار حمله نظافه وطن. حمله نظافه وطن. الحمله دي بتساعد في ايه؟ اللي احنا عايزين نشوف الميدان كده يا عبد الله الله يبارك لك. خش كده على جنب. يلا. ميدان الدقي وميدان المساحه كله على بعضه، ننظف الميادين اللي بنحاول انها تكون موجوده في مصر باذن الله يعني. ان شاء الله احنا مش هنعملها هنا بس، احنا هنعملها في المساحه كلها، منطقه المساحه كلها، بس بدانا في شارع الدقي لانه شارع رئيسي او شارع مهم زي ما طب ده التزاما بخطه الدكتور محمد مرسي؟ لا، احنا عندنا دكتور بهاء الشعراني، احنا من فتره كنا عاملين شارع عامر، وان شاء الله بنحاول نعمل التجربه في دير المساحه. ايوه، ما هي دي خطه ال 100 يوم. احنا شارع المساحه ده او شارع عامر لو حضرتك رحت شفته احنا عاملينه بقاله سنتين ثلاثه او اكتر كمان بكتير. هو يمكن جه توقيتا التزاما بس مع النهارده ان احنا نعمل بره. بس انتوا دلوقتي بالنسبه اللي انتم معلقينها بتشيروا ان حمله وطن نظيف 26 و27 و28 يورو، فده اللي اعلن عنها الدكتور محمد مرسي في خطابه الاخير. هل ده التزاما بخطه الدكتور محمد يعني مرسي؟ هو احنا غطينا الموضوع شويه بحيث انها تبقى خطوه على طب بالنسبه للمشاركين معاكم بالنسبه لحمله النظافه هل في الساعه 2 بس الخدمه تبني عليها تفضل لحد الصبح يعني مش اكتر يعني. معانا ناس من الشركه ومعانا ناس من بره الشركه، في ناس موجوده من بره الشركه. هل اختيار المكان ليه علاقه بقربه من منزل الدكتور رئيس الوزراء؟ لان ده منطقه من شركتنا او شركتنا في المنطقه دي حوالين الشركه بتاعتنا مش اكتر. انما ان احنا تصادف برضه هي صدفه ان احنا نعرف ان الدكتور محمد قنديل دكتور شمنديل يعني مساكن هنا، بس احنا يعني ايه ما كناش على اساس كده خالص. حتى احنا عاملين شارع التحرير برضه يعني. طب هل العمل ده تطوعي ولا تطوعي مش من الشركه؟ لكن هل انتم بتتقاضوا اكتر من الشركه؟ لا ده عمل تطوعي. كل سنه ان شاء الله احنا بنعمل اصلا حاجه زي كده، بنعمل خدمه عامه عندنا في الشركه يعني في اطار الشركه وفي اطار كل حاجه. طب في رساله معينه تحب توجهها للمواطن بعد العمل الجميل اللي انتم بتعملوه دوت؟ احنا بنعمل نظافه للبلد، يا ريت